القصة ديال اليوم على واحد العائلة اللي وحلوا وسط الصحراء مهجورة، وما عارفينش باللي بعيد عليهم كاينين ناس مرعبين في هاد الصحراء اللي كيراقبوا كل التحركات ديالهم. وفاش كيجي الليل هاد الناس كيلقاو الفرصة المناسبة باش يديروا الأعمال الخايبة ديالهم. اش غادي يوقع لهاد العائلة من بعد؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في القصة ديال اليوم. كتبدا القصة بالوضع اللي كان بين عام 1945 و 1962 من حروب ومشاكل اللي خلقاتهم موراها. الولايات المتحدة الأمريكية داروا 331 تجربة نووية، والحكومة مازال كتنكر التأثيرات الجينية اللي وقعت بسبب الإشعاع ديالهم حتى اليوم. من بعد كنشوفوا واحد فريق البحث وسط الصحراء كيدير أبحاث. واحد من الرجال كان مركز في خدمته، وهو خدام فجأة كيجي قدامه واحد الراجل مغطي بالدم، وكيبدا كيطالبه بالمساعدة. ولكن قبل ما يدير أي حاجة فجأة كيجي شي حد من وراه وكيضربه بفاس على راسه وكيقتلو. من بعد باقي الصحاب ديالو كيتقتلوا واحد بواحد بطريقه وحشيه بزاف، ومن بعد كيشد الجثث ديالهم وكيربطهم في السياره وكيمشي بهم بعيد. من بعد كنشوفوا فلاش باك على تجارب نوويه سنه 1945 اللي سببت موت عدد كبير ديال الناس بسبب التاثيرات الجينيه ديالها. بزاف ديال المواليد تولدوا مشوهين في المستقبل. دابا القصه كتجي للوقت الحاضر. كنشوفوا واحد الراجل سميتو طوم في محطه بنزين. فجأة كيسمع صوت ديال شي واحد، كيوقف وكيخرج المسدس ديالو وكيمشي يقلب على شكون كاين، وكيعيط عليه روبي. من بعد ما كيرجع كيشوف الصاك محطوط حدا الباب ديالو، ومنين كيشوفو كيبدا يغوت وكيقول لهم: قلت لكم كل شي سالا، دابا ما نقدرش نعاونكم مازال. من بعد هاد الكلام كيدخل داخل، ولكن مورا لحظات كيدخل هاد الصاك معاه، وكنشوفو واحد كيتبعو في سرية حتى دخل لداخل. ملي بدا توم كيقلب في الصاك خرج منه كاميرا ديال شي واحد واغراض غاليه الثمن، وكانت حتى ودن مقطوعه محطوطه في الصندوق. من بعد شويه كنسمعوا صوت سياره على برا، وكنشوفوا عائله جاو يعمروا البنزين. فهاد العائله الراجل سميتو جون ومرته سميتها ايثيل. عندهم ثلاثه ديال الاولاد ومن بينهم لين وراجلها دوغ في الكرافان اللي مربوطه في الطوموبيل، ومعهم بنت صغيره سميتها كاثرين. ولادهم الاخرين هما بريندا وبوبي، ومعهم جوج كلاب سميتهم بيوتي وبيست. هاد الناس كانوا غاديين لكاليفورنيا في هاد الرحله عن طريق الصحراء، وهما كيعمروا البنزين. واحد من كلابهم خرج من الطوموبيل ودخل لدار الراجل. لين مشات باش تجيبو لقات الكلب كينبح وكيشوف ما تشرجم. لين حتى هي شافت الصاك، ولكن تجاهلته وجرات الكلب ومشات. طوم مول ما حطت الوقود شك باللي شافت داكشي اللي في الصاك، وخصوصا ملي عرف باه محقق متقاعد خاف. وملي كانوا غاديين يشدوا الطريق جا طوم حبسهم وقال لهم: راه كاينه طريق مختصره ممكن تشدوها وتوصلوا دغيا للوجهه ديالكم، وهكا ممكن توفروا ساعتين ديال الطريق. جون سمع لكلامو وشدوا هاد الطريق الترابي، وكانوا فرحانين هما غاديين. من بعد ما ضربوا مسافه طويله في هاد الطريق، فجاه كيبان فخ في الطريق اسلاك شائكه، وملي داز الطوموبيل فوقو تفرقعوا البنوات وفقدت الطوموبيل توازنها وضربت مباشره في الصخره. كلشي خرج معصب وكانوا معصبين بزاف. كيفاش فجأة الرويد تفرقعوا؟ واش بسبب الحرارة ولا كاين شي سبب آخر ما عارفينوش؟ فهاد الأثناء الكلاب ديالهم بداو كيجريو بعيد. مشى بوي باش يرجعهم، وبداو كيقلبوا على شي حلول. دوغ قال لجوني: واش ممكن نصلحوا الطوموبيل وتعصبوا؟ وما كاينش عندهم حتى إشارة في التليفونات، وبسبب الضربة في الصخرة السيارة تضررت بزاف. جون قرر هو ودوغ يمشيو على رجليهم يطلبوا المساعدة. جون غادي يمشي يرجع لنفس محطة البنزين، ودوغ غادي يمشي للطريق الاخر باش يقدر يلقى شي واحد يعاونهم الى لقى الاشاره. ملي بوبي كان راجع مع الكلاب كنشوفوا واحد كيتبعو في سريه. من بعد جون كيهز مسدس معاه، وكان باغي يعطي دوغ مسدس حتى هو، ولكن دوغ رفض وطلب من بوبي يخبي المسدس عنده. من بعد هادشي كلشي تجمعوا باش يدعيو يخرجوا من هاد المشكله سالمين. جون ودوغ كل واحد فيهم شد طريق مختلفه، وفي هاد اللحظه كنشوفوا شي واحد كيشوف فيهم من فوق الجبل باستعمال منظار. من ورا ما مشاو بريندا مشات للكرفان. ملي فتحت الباب واحد من كلابهم هرب تاني. بوبي جرى باش يجيبو وبريندا مشات وراه. كنشوفوا بوبي مشى بعيد كيقلب على الكلب، ولكن كان واحد كيتبعو بلا ما يحس. من بعد ما مشى شويه بوبي شاف الدم في واحد البلاصه، ومشى كيقرب باش يشوف. هو يلقى الكلب ديالو بيوتي كان ميت مقتول بطريقه وحشيه من طرف شي واحد. منين شاف هاد الشي بوبي تصدم وبدا كيجري، وهو كيجري فجاه نزلق وطاح من الجبل وهو يفقد الوعي. من بعد جات بنت مشوهه جلست حداه، وكانت هاد البنت هي روبي اللي كان طوم كيقلب عليها في الاول.
هي ما كانتش قريبة من المخلوقات المتوحشة الآخرين، بالعكس كانت باغية تحمي بوبي منهم. واحد منهم كان كياكل لحم الكلب وهو جالس فوق الجبل، هو اللي قتل داك الكلب. هنا جون وصل لنفس محطة البنزين، وفاش وصل كان الليل. دخل وبدا كيقلب على داك الراجل اللي سميتو توم، هو يلقى مسدس ولكن كان خاوي. من بعد مشى شويه بدا كيقلب لداخل ولقى نفس الصاك. ملي بدا كيقلب فيه حل الصندوق اللي فيه الودن المقطوعه، ومني شاف هادشي حس بالخطر وخرج المسدس. ومن بعد شاف الحيط ولقى فيه صور ديال ولاد مشوهين وبعض الجرائد اللي مكتوب فيها على تجارب النوويه. ومنين شاف هادشي فهم باللي توم صيفطهم في طريق غلط كفخ، ومشى كيجري بالزربه بالخلعه وخدا طوموبيل وبغى يدير ليها امارش ما بغاتش تخدم. وهو يسمع صوت طوم قدامه، مشى عنده ولقاه هاز بندقيه وقرعه ديال الشراب وهو سكران. قال ليه طلق السلاح وبدا كيدخل ويخرج في الهضره. وفي لحظه طوم فرج راسو ببندقيه، ومني شاف جون هاد الشيء تخلع بزاف وبدا كيجري. ومن بعد بدا كيسمع صوت شي واحد، من الخوف بدا كيطلق الرصاص في كل الاتجاهات. ومن بعد بالزربه مشى طلع للطوموبيل وبغى يخدمها. هو يسمع صوت في الطوموبيل، شاف في المرايه الاماميه واحد جالس من وراه. قبل ما يقدر يدير اي حاجه داك الراجل ضربو لراسو بقوه في الزجاج ديال الطوموبيل وهو يسخف. من بعد بداو كيجروه وكيشوف غير شويه باللي هو الداخل ديال المنجم وغيب. بوبي مازال مرجعش وبريندا كانت كتقلب عليه، هو كان مازال طايح فاقد الوعي وروبي كانت مازال معاه. ولكن ملي سمعت صوت بريندا روبي هربات. من بعد بريندا جابت بوبي، لينو الام ديالو عالجوا ليه الجروح اللي كانوا في راسو. ولكن بوبي ما قال لهم والو على اللي وقع للكلب ديالهم، حاس ان كلشي غادي يخاف ملي يسمع هاد الشي. فهاد الاثناء شي واحد ضرب الكرافان ديالهم. بوبي طلب من الام ديالو وختو يبقاو لداخل، ومشى بوحدو بالمسدس باش يشوف. كان كيقلب هو يجي دوغ، وقال لبوبي ان هاد الطريق كتسالي بعد مسافه قصيره وما كاين حتى طريق مختصره لقدام، كاين غير حفره كبيره فيها بزاف ديال الطوموبيلات واقفين. ومن هاد الشي فهموا باللي الراجل في محطه البنزين كان كيكذب عليهم. دابا ومن بعد ما وصلت ساعه متاخره، بوبي فكر يقول لدوغ انه كاين خطر كبير في هاد البلاصه، ولكن حبس راسو. ومنين شاف دوغ التعبير ديالو فكر ربما كان مشطون على باباه، حيت هو مازال ما رجعش حتى لدابا. قال ليه ما تخافش، الا ما رجعش جون حتى الساعه 12 غنمشيو نقلبوا عليه. من بعد دوغ ولين مشاو للطوموبيل باش يرتاحوا، باقي العائله بقاو في الكرفان. كلشي نعس ولكن بوبي بقى فايق. ومن بعد سمع نباح الكلب ديالهم الاخر بيست على برا. خرج بوبي وبدا يقلب عليه. فهاد الاثناء جا شي مخلوق متحول سميتو بلوطو، ودخل الكرفان قرب من بريندا وبدا كيمسها. ومن بعد بريندا فاقت وهو يشدها من جهه اخرى. بوبي شاف شي حاجه في الاعشاب ومشى للطوموبيل، بان ليه شي خيال وبالزربه فيق دوغ ولين وقال لهم كلشي حنا ماشي بوحدنا هنا. دوغ قال ليه ما تخافش وغنمشيو نلقاو جون دابا. فهاد اللحظه سمعوا شي واحد كيغوت، ومن بعد شافوا شجره شعلات فيها العافيه من بعيد. في الحقيقه هاد المخلوق المتحول كان رابط جون في الشجره وشعلها. ومن شافوا هاد الشيء كلشي مشى كيجري باش يعاونو. من بعد ما مشاو جا مخلوق متحول اخر سميتو ليزارد، دخل الكرفان وكان حتى هو هاز مسدس ديال جون. دخل لداخل وخرج ماكله من الثلاجه وبدا كياكل. ومن بعد شاف ان بلوطو مع بريندا، هو يضربو وجرى عليه من فوقها. ومن بعد بدا كيتعدى على بريندا جنسيا، وهذا الشيء خلى بريندا تغوت. جون كان كيحترق قدام عينيهم وكانوا كيحاولوا يطفيو العافيه، ولكن قبل ما يطفيوها جون مات. من بعد لين دخلت للكرفان وسمعت الغوات ديال بريندا، وشافت ان ليزارد كان هاز ليها بنتها. وملي شافت هاد الشيء هربات من ليزارد، ولكن شدها وحاول يعتدي عليها وهو هاز عليها المسدس. فهاد الوقت الام ديالهم وصلت وحاولت تهاجم ليزارد من الخلف، ولكن ضربها بالمسدس. ومنين سمعوا صوت اطلاق النار دوغ وبوبي رجعوا كيجريو للطوموبيل. في هاد الوقت ليزارد كان قريب باش يقتل بريندا حتى هي، ولكن لين خشات ليه في رجلو طورنوفيس، وهادشي خلى ليزارد يطلق بريندا ويضرب لين راسها وقتلها. من بعد هادشي بجوجهم خداو بريندا والبنت الصغيره معاهم، ولكن دوغ وبوبي كانوا جايين في ديك اللحظه وهما يخليو بريندا وهربوا بالدريه الصغيره. بوبي بدا كيضرب بالرصاص عليهم ولكن كانوا هربوا بعيد. دوغ دخل وشاف باللي قتلوا الام ولين، وهادشي خلاه مصدوم تماما. ومن بعد تفكر بنته وشاف انها ما كانتش في بلاصتها. ومنين شاف هادشي بدا كيبكي وقال شنو وقع. شافوا مخلوق متحول خطير سميتو جوجل، كان كيراقبهم باستعمال المنظار. وفي لحظه هجم عليه الكلب بيست وعضو في عنقه وقتلو. كتبان الام ديالهم مازال عايشه ولكن كتحتضر شويه بشويه حتى لفظات الانفاس ديالها الاخيره ماتت قدام عينيهم.
منين شاف هاد الشي بوبي تعصب بزاف وبغى يمشي باش يقتل هاد المخلوقات، ولكن دوغ حبسو قال ليه الا مشيتي بوحدك غيقتلوك حتى انت، خاصنا نديرو خطه ونتحركوا. فهاد الوقت سمعوا صوت مخلوق متحول على برا، ومن بعد دوغ بدا كيقلب بشويه لكن ما كان حتى واحد تماك. تشجع وخرج وشاف يد مقطوعه فيها جهاز لاسلكي، وكان الصوت اللي سمعوه جاي من هاد الجهاز. في الحقيقه بيست كان قتل جوجل وجاب يدو بعد ما قطعها. هادشي خلاهم فرحانين بزاف حيت بيست كان باقي حي. دوغ خدا الجهاز وحاول يهضر مع هاد المخلوقات المتحوله، سمع صوت بنته كتبكي، هادشي معناه انهم خلاوها حيه حتى لدابا. وملي جا الصباح دوغ وبيست مشاو يقلبوا على بنته. بيست دخلوا للمنجم تحت الجبل، ومن تما شاف قبور بزاف فيهم صور، وهذا الشيء معناه ان هذا المنجم هو مقبره هاد المخلوقات. من بعد بيست خرجوا من تما للطرف الاخر، تما شافوا قريه فين كانوا كيديروا تجارب نوويه. من الجهه الاخرى بوبي وبريندا كانوا حتى هما كيديروا فخ باش يقتلوا هاد المخلوقات. دوك خدا بيست للداخل ديال هاد القريه وما لقى حتى واحد، غير مونيكات محطوطين في كل بلاصه. من بعد بحث طويل لقى بنته داخل واحد الدار، كان غادي يدخل للدار باش ياخد بنته، ومنين قرب شاف مخلوق سميتو سيس دايز من تما. جار واحد الجثه وملي شافو دوغ تخبى لداخل ديال الطوموبيل. من بعد ملي مشى سيس خلى بيست في الطوموبيل داخل ومشى دخل للدار. ملي دخل شاف راجل كيتفرج في التلفازه. المهم وصل دوغ لبنته بشويه وخداها وبدا كيخرج بشويه، وفجاه جا داك الراجل وضربو خلاه يفقد الوعي. ملي فاق لقى راسو مسدود لداخل ديال واحد الفريغو، وفي جنبو بزاف ديال الطروفه ديال اللحم ديال بنادم. ملي شاف هادشي تخلع بزاف وبدا كيضرب في الباب ديال الفريغو بالجهد حتى تحل وخرج وبدا كيقلب على بنته وهو هاز مضرب ديال البيسبول. مشى شويه لقدام وشاف مخلوق اخر في واحد البيت اللي ما كانش قادر يمشي، وكان المظهر ديالو مخيف بزاف، ومنه عرف معلومات على هاد المخلوقات الخطيره كلها. قال ليه انهم خرجوا من المدينه بزز منهم، ومن بعد جاو هنا وتخباو في المناجم، ومن بعد داروا عليهم بزاف ديال الهجمات النوويه في المناطق ديالهم باش يديروا تجارب نوويه، وهادشي خلاهم يتوهوا جينيا. دوغ سولو على بنته ولكن ما قال ليه والو، وفجاه جا مخلوق اخر وهجم عليه وبدا يضرب دوغ في كل بلاصه يعذبو، وقطع ليه جوج ديال صباعو بفاس. ومن بعد كان غادي يقتلو وبدا كيطلب فيه دوغ باش ما يقتلوش بالعاني، وبداو كيضحكوا عليه. وهنا جاتو فرصه هجم عليه بالطورنوفيس، خشى عليه في رجلو، ومن بعد هز ليه فاسو وكمل خدمته وقتلو. ومنين سمع هاد الصداع حتى سيس بدا كيجري ودخل، ومنين شافو جاي دوغ شد فاس وتخبى ورا الطوموبيل، وملي قرب ليه هجم عليه بالفاس وقتلو حتى هو. وملي شاف هادشي بيك برين قرر يامر ليزارد باش يقتل البنت الصغيره. الكلب بيست جا وقتل بيك برين، ودوغ بدا كيقلب في كاع الدار باش يلقى بنته كاثرين. ومنين ليزارد جاو باش يقتل البنت لقى في البلاصه غير واحد الخنزير صغير. في الحقيقه روبي هربات مع كاثرين من تما. في جهه اخرى بوبي وبريندا ملي سمعوا الصداع مشاو يقلبوا، وملي رجعوا لقاو جثه الام ديالهم ما كايناش في الطوموبيل. بوبي مشى باش يقلب عليها وهو يشوف مخلوق كياكل في الجثه، ومنين شاف هاد الشيء بوبي تخلع، ومن بعد المخلوق حتى هو شافوه وهو يتبعو. ولكن بوبي مشى كيجري بالزربه دخل الكرافان، ومن جهه اخرى بريندا حلات انبوب الغاز لداخل، وبوبي بالزربه سد الباب ودار من تحت الوقيد. ومن بعد بجوجهم خرجوا من الشرجم ديال اللور، وملي داك المخلوق حل الباب الكرافان تفرقعات والمخلوق تحرق. روبي كانت مازال هربانه مع كاترين، وفي هذا الوقت دوغ وصل عندها جا قدامه هو هاز السلاح، ولكن روبي ما كانتش بحال دوك المخلوقات، بغات تعطي كاترين ليه. ومن بعد ليزارد جا على غفله وهجم على دوغ وبدا كيضربوا بوحشيه، ولكن دوغ حتى هو تحارب معاه وفي الاخير ضربه وقتلو. وهي تجي عنده روبي ورجعت ليه البنت. دوغ فرح بزاف ملي خداها، ولكن ليزارد مازال حي. ناضو بغا يقتل دوغ بالسلاح، ولكن روبي شافت هادشي وهي تمشي كتجري وتلاحت عليه، وهما يطيحوا بجوج فوق الجبل، وهادشي خلاها تموت مع ليزارد. من بعد هادشي دوغ هو مجروح رجع ووصل عند بوبي وبريندا مع بنته وبيست، ومنين شافوا هادشي بجوجهم جراو لعندو فرحانين. في الاخير بقاو غير 4 ديال الاشخاص احياء من العائله كلها، كلشي فرح بزاف مع بعضياتهم. ولكن المفاجاه الاخيره كيبان انه شي واحد كيتفرج فيهم من فوق الجبل بالمنظار، وهادشي كيعني انه شي مخلوق مازال حي. وهنا كيسالي الجزء الاول ديال هاد القصه. اذا اصدقائي هذا كان الملخص للجزء الاول من هاد القصه. الا بغيتوا الجزء الثاني حتى هو خليو تعليق زوين. تحياتي، ما تنساوش الدعم.